من قرأ سورة ياسين بهذه الكيفية لرزق أو لسداد دين أو لكشف كرب أو لشفاء مريض أو لقضاء أمر من الأمور، لا سيما في ليلة الجمعة، لا سيما في ليلة الجمعة، لا سيما في ليلة الجمعة، ولا سيما أيضا في الثلث الأخير من الليل اللي هو بيبدأ من الساعة 1 تقريبا بعد منتصف الليل لحد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر بتلت ساعة. سيكشف الله عنه وسيقضي الله عنه وسييسر الله له ما يريد إن شاء رب العالمين بفضل الله تعالى وبفضل سورة ياسين وبفضل النبي الكريم. نقرأ سورة ياسين إزاي زي ما حضرتك بتقول، وإزاي الدعاء بتاعها أو إيه الدعاء بتاعها. نبدأ كذلك في عجالة، هقول لك إيه الآيات اللي تتكرر، وبعد كده أقول لك إيه الأدعية اللي حضرتك هتقولها بعد ما تنتهي من سورة ياسين. بنبدأ بنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. 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 يعني 7 مرات. وبعدين نكمل القراية عادي لحد ما نوصل ذلك تقدير العزيز العليم، فنكررها 3 مرات. ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. بين كل مرة ومرة بنقول إيه؟ اللهم قدر لنا الخير وارزقنا يا خير الرازقين من حيث لا ندري ولا نحتسب. صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعدين نواصل القراءة عادي لحد ما نوصل سلام قولا من رب الرحيم، فنكررها 7 مرات. سلام قولا من رب الرحيم، ونقف ونقول نرفع ايدينا: اللهم سلمنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. سلام قولا من رب الرحيم، اللهم سلمنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة، وهكذا 7 مرات عشان ما اطولش على حضراتكم. وبعد كده نكمل القراءة عادي لحد ما نوصل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى، وتقف. وبعدين تقوم رافع ايدك وتقول: والله قادر على أن يأتي بالفرج العظيم ويفك كروبنا وكروب المكروبين ويقضي حوائجنا وحوائج السائلين ويسد الدين عن المدينين. وترجع تجيبها تاني: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. وتقوم قايل الدعاء ده. طبعا احنا بنكرر الآية دي 3 مرات. وبعدين آخر حاجة خالص بتقول إيه؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وتقوم رافع إيدك وتقول: سبحان العالم لكل مكنون والقاضي لكل الديون، سبحان من خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من قوله كن فيكون. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه ومن بيده من البشر قضاء حاجتي، وأن تكفني اللهم شر من يقدر علي ولا أقدر عليه، يا من بيده ملكوت كل شيء، أنت العالم به والقادر عليه. اللهم بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة ياسين، أسألك يا رب أن تجعلني في كل أمر وشدة غالبا، وأن تمن علي بسرعة العطاء وتحقيق الرجاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه
وبجاهه فرج عني ما أنا فيه. يا أكرم الأكرمين، جئتك أتوسل إليك بقدر النبي الكريم وبسر بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم، ثم تسمي الشيء الذي تريد من الله عطاؤه أو تريد من الله أن يصرفه عنك، ثم تقول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يبقى سؤال قبل ما اختم الفيديو، وانا اسف اني طولت على حضراتكم وخلصت لكم الباقه المره دي، معلش ما تزعلوش. هو نقرا السوره كم مره؟ مشايخنا كانوا بيقولوا لنا 41، وكانوا بيقولوا لنا 7، وكانوا بيقولوا لنا 9، وكانوا بيقولوا لنا مره، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. ولو تسالني انا ما وقعت في ضيق وقرات ياسين مره قبل النوم بهذه الكيفيه الا وقد فرج الله عني ذلك الضيق وحقق لي ما أريده بفضل الله وبفضل سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر سورة ياسين. فاللهم حقق لنا وللمشاهدين ما نبتغيه واصرف عنا ما نكرهه وما لا نريده يا أكرم الأكرمين.